الرسام الثاني من عائلة شارب، تينيوس وفولينسكي، وهم رسامون من كبار الرسامين في صحيفة شارلي إبدو، وهؤلاء الرسامون قد قضوا في هذا الهجوم الإرهابي الذي وصفه كذلك الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند. وهذه آخر الصور التي حصلنا عليها الآن. وقد كما علمنا أن إصابات الجرحى في هذا الهجوم هي إصابات خطيرة، والعدد إذن طبعا مرشح إلى ارتفاع كما أفاد مراسل الحدث. وعدد الضحايا في هذا الهجوم المسلح الذي نفذه 3 أشخاص هم 12 قتيل وضحية إذن. وهذه هي صور الصحفيين، وسوف نوافيكم بأي صور وفيديوهات جديدة متى توفرت لدينا. عودة إليك غيوة. تعد انطلاقة أخرى لمجلة هاراكيري التي علق إصدارها عام 1970. منذ انطلاقها اتبعت المجلة سياسة استهداف التطرف بكافة ألوانه ودياناته وأشكاله، من بينها الحزب اليميني المتطرف الفرنسي الجبهة الوطنية، ما تسبب في اصطدامها مرات عدة بالرأي العام والقوانين الفرنسية. شارلي إبدو نشرت عدة مرات رسوما كاريكاتورية للنبي محمد، واعتبرت ذلك دفاعا عن حرية التعبير والصحافة، ما أثار غضب الكثير من المسلمين الذين اعتبروا ذلك إهانة لدينهم. وفي عام 2011 أحرقت مكاتبها وتعرض موقعها الإلكتروني للقرصنة بعد أن نشرت عددا بعنوان شريعة إبدو شمل عدة رسوم كاريكاتورية للنبي محمد. إذا أيضا أعزائي المشاهدين، أود أن أورد هذا الخبر الذي أيضا وصل للتو. مقتل 4 من أبرز رسامي الكاريكاتير في مجلة شارلي إبدو في هذا الهجوم الدموي الإرهابي الذي تعرضت له المجلة منذ ساعات قليلة. كما أفاد مراسل الحدث. وعدد الضحايا في هذا الهجوم المسلح الذي نفذه 3 أشخاص هم 12 قتيل وضحية إذن. وهذه هي صور الصحفيين، وسوف نوافيكم بأي صور وفيديوهات جديدة متى توفرت لدينا. الذي وصفه كذلك الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند. وهذه آخر الصور التي حصلنا عليها الآن. وقد كما علمنا أن إصابات الجرحى في هذا الهجوم هي إصابات خطيرة، والعدد إذن طبعا مرشح إلى ارتفاع، ما تسبب في اصطدامها مرات عدة بالرأي العام والقوانين الفرنسية. شارلي إبدو نشرت عدة مرات رسوما كاريكاتورية للنبي محمد، واعتبرت ذلك دفاعا عن حرية التعبير والصحافة، ما أثار غضب الكثير من المسلمين الذين اعتبروا ذلك إهانة لدينهم. وفي عام الرسام الثاني من عائلة شارب، تينيوس وفولينسكي، وهم رسامون من كبار الرسامين في صحيفة شارلي إبدو، وهؤلاء الرسامون قد قضوا في هذا الهجوم الإرهابي. إليك غيوة. تعد انطلاقة أخرى لمجلة هاراكيري التي علق إصدارها عام 1970. منذ انطلاقها اتبعت المجلة سياسة استهداف التطرف بكافة ألوانه ودياناته وأشكاله، من بينها الحزب اليميني المتطرف الفرنسي الجبهة الوطنية،